السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة يا جماعة من حلقاتنا. هنتكلم عن موضوع شائك في الرياضة المصرية النهاردة، اللي هو موضوع زيزو وانتقاله من نادي الزمالك للنادي الأهلي، وإيه اللي حصل وإيه الكواليس، وزيزو إمتى مضى. طب وهل زيزو كان بيتلاعب بالجماهير وبيتلاعب بإدارة نادي الزمالك وهو بالفعل كان ماضي في النادي الأهلي ولا لأ؟ كل الحاجات دي أنا هكشف لك عليها، وهكشف لك كمان امتى هو اخد الباسبور بتاعه، لان الباسبور بتاع اللعيبه مش بيبقى معاهم يا جماعه. اي باسبور بتاع لعيب بيلعب في نادي بيبقى مش معاه، بيبقى مع الاداريين. يعني مثلا الفرقه كانت رايحه تلعب في جنوب افريقيا، فرقه الزمالك، فكل الباسبورات بتاعت اللعيبه بتكون مع الاداريين المختصين، اللي هم يروحوا السفاره يخلصوا التاشيرات ويخلصوا تذاكر السفر وكل حاجه. والاداريين دول بيكونوا موجودين في المطار. الفرقه لما بتيجي اللعيب وهو داخل المطار بيقول له خد الباسبور بتاعك، التاشيره بتاعتك، التذكره بتاعتك، اتفضل. اللعيب التاني بيجي الباسبور بتاعك، التاشيره بتاعتك، كل الورقات بتاعتك، وبيتفضل. وبعد كده بيسافروا الطياره وبيلعبوا الماتش، والاداريين بتاخد منهم الباسبورات هناك، وهم راجعين في المطار بتاع جنوب افريقيا بيحصل معاهم نفس الموضوع. ولما بينزلوا هنا مصر بيدوا كل واحد تبع الباسبور بتاعه، عشان لما بتنزل قدام الضابط وانت داخل المطار مسافر او انت راجع، الضابط لازم بيشوف جواز السفر بتاعك وبيديك الاستامب عليه الختم. فلازم كل واحد شخص الباسبور بتاعه يبقى معاه. فالاداريين سلموا كل واحد في جنوب افريقيا الباسبور بتاعه بتاعت لعيبه نادي الزمالك في ايده. ولما جه مصر نزل قدام الشباك ادى للظابط الباسبور، خد عليه الختم وبتاعه وخلاص. المفروض الاداريين في الوقت ده بيلموا الباسبورات تاني بتاعه اللعيبه. اي فرقه كوره كل باسبورات اللعيبه بتبقى مع الاداريين، مش بتبقى مع اللعيب، الا في حاله اللي هو لو مسافر اجازه، في وقت الاجازه بياخد الباسبور بتاعه عشان يسافر هو واسرته. اللي حصل لاحمد سيد زيزو، خد الباسبور، ولما اخد الباسبور واخد بعضه راح جاي ماشي على طول. فالناس والاداريين والناس المختصين، فين زيزو يا جماعه؟ مش عارف ايه. لا خد زيزو ماشي، ده خلاص، ده خد الباسبور معاه وسهى، بكره نبقى ناخد منه الباسبور. هو الحقيقه احمد سيد زيزو ما سهاش، هو كانت خطه منه اللي هو ياخد الباسبور ويمشي ويعمل نفسه اللي هو نسى او سهى على اللي هو يسلم الباسبور، لان هو اوريدي موقع في الاهلي. بدليل اللي هو بعديها بكام يوم راح السفاره الامريكيه عشان يطلع التاشيره. طب بناء عشان يطلع التاشيره يا جماعه، انت دلوقتي تاشيره امريكا دي ما بتطلعش في يوم واحد، الا بقى في حاله النادي هيلعب في كاس العالم للانديه، فبيخاطب الاتحاد الدولي، ففي خطاب من الاتحاد الدولي وفي خطاب من النادي الاهلي راح للسفاره الامريكيه ان في لاعب اسمه احمد سيد زيزو ده مضى معانا وعايزين نطلع له التاشيره. فاحمد سيد زيزو دخل السفاره الصبح، طلع بالتاشيره. معنى كده اللي فيه خطاب موجه من النادي الاهلي. طيب الموضوع ده يا جماعه فيه مشكله دلوقتي، فيه مشكله كبيره، وعايزك تركز معايا. المشكله الكبيره ايه هي؟ المشكله الكبيره اللي نادي الزمالك دلوقتي في احمد سيد زيزو لسه بيلعب في نادي الزمالك لغايه دلوقتي، لغايه ما الموسم ينتهي. تمام؟ فمعنى ان نادي الاهلي يبعت خطاب للسفاره الامريكيه يقول له طلع تاشيره لان هو ماضي معانا، وفي الوقت الحالي احمد سيد زيزو على الورق ورسمي لسه قدامه لغايه نهايه الموسم، ده كده هيعرض احمد سيد زيزو وهيعرض النادي الاهلي لعقوبات. خلي بالكو، نادي الزمالك تواصل مع المحامي الايطالي اللي كان ماسك قضيه كهرباء كده. المسؤولين في نادي الزمالك توصلوا لخطاب من السفاره الامريكيه ان اللعيب ده اخذ التاشيره بناء على النادي الاهلي، او بناء على اللي هو لعيب في النادي الاهلي. فكده هيبقى في عقوبه قانونيه مشدده، ممكن توصل لغرامات كبيره وايقاف لاحمد سيد زيزو، وممكن عقوبات على النادي الاهلي. نادي الزمالك شغال في الموضوع ده لان هو اتصل بالمحامي الايطالي اللي كان ماسك القصه بتاعت كهربا، واللي جاب لنا منه 2 مليون دولار، او بقيمه ما يوازي 100 مليون جنيه او كان اكتر تقريبا. دي قصه احمد سيد زيزو. هو بقى طلع قال على الانستجرام وعلى الستوري وانا ما مجددتش، واللي مجدد يطلع توقيعي وي وي وي، وانت مخلص. عيب تقول الكلام دوت وتوقع اداره نادي الزمالك مع الجماهير
انت كنت عايز توقع الاداره مع الجماهير، لكن ربنا فضحك. يعني انت ربنا فضحك، والكذب مش حلو، والكذب ملوش رجلين. عشان انت تطلع تعمل الفيلم ده كله وتبين نفسك انك بريء، لا انت مش بريء. انت نادي الزمالك اللي عملك. انت كنت جاي نادي الزمالك ما حدش يعرفك، نادي الزمالك اللي عملك، ويعمل 20 واحد غيرك. بس اعمل اشتراك للصفحة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.